في يوم 11 نوفمبر سنة 2012 لقوا شخص مطلوق عليه رصاصة في راسه، وبحلول الفجر الشرطة أعلنت عن المشتبه فيه جون ميكافي، المليونير اللي اخترع برنامج الحماية اللي على نص كمبيوترات العالم. ولما الضباط راحوا عشان يسألوه كان اختفى خلاص. اللي حصل بعد كده كان لا يصدق. جون زور موته مرتين وادى رشوة لبعض الأشخاص عشان يطلع من زنزانة الترحيل في جواتيمالا قبل ما يتم ترحيله بساعات، ونجح فعلا في الهروب من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمدة 18 شهر على يخت، وكان بيهزر معاهم على تويتر ويكتب مكانه فعلا بالظبط، وكل مره يقربوا منه يختفي. 3 دول اصدرت مذكرات قبض عليه. الشرطه الدوليه انضمت كمان للبحث عنه. الحكومه الامريكيه استخدمت موارد دوليه عشان تمسك راجل واحد بس، وكل مره كان بيتغلب عليهم فعلا. القصه دي مش مجرد قصه هروب، دي درس كامل في ازاي راجل واحد يقدر يخلي اقوى دوله في العالم تبان مبتدئه فعلا. فازاي شخص واحد يقدر يفضل حر كل المده دي، وهيحصل ايه لما يتقبض عليه في الاخر؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. فقبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، ولو انت فاضي شويه خش شوف الفيديوهات اللي فاتت قبل كده. نرجع بالزمن لسنه 1987 في وادي السيليكون. جون ميكافي كتب 13 سطر كود هيخلوه غني جدا. الكمبيوترات الشخصيه كانت بتنتشر فعلا بسرعه في الوقت ده، وفي نفس الوقت ظهر فيروس جديد اسمه فيروس الدماغ. اول فيروس بيصيب الكمبيوترات واسمه الاي بي ام، وبينتشر من خلال الاقراص المرنه زي الطاعون الرقمي. ميكافي اللي كان مبرمج في شركة لوكهيد شاف الخوف والفرصة في نفس الوقت. كتب برنامج يكشف الفيروسات في وقت فراغ وسماه مسح الفيروسات. خلال أسابيع الشركات فعلا بدأت تتصل بيه، وخلال شهور استقال من لوكهيد عشان يبيع البرنامج بتاعه بشكل كامل. اتأسست شركة ماكافي أسوشيتس من شنطة عربية. عبقريته ما كانتش بس في التقنية، دي كمان نفسية. في مقابلة سنة 1989 حذر إن الفيروسات هتخلي الشركات تقريبا تنهار بسبب الخسائر العالمية، وهتزود الرعب عند الناس بشكل يخلي مدير تكنولوجيا المعلومات يضطروا يشتروا البرنامج بتاعه. والاستراتيجية اللي عملها ميكافي دي فعلا نجحت. فبحلول سنة 1990 نص شركات فورتشن كانت بتدفع عشان برنامج ميكافي لمكافحة الفيروسات. الإيرادات وصلت ل5 مليون دولار سنويا، وبتتضاعف كل 6 شهور. جون ميكافي بقى نجم وملك وادي السيليكون. لكن جون ميكافي كان بيكره العرش. اجتماعات مجالس الإدارة كانت فعلا بتزهقه. مكالمات الأرباح الشهرية كانت بتحسسه ان هو في السجن. 1000 رئيس بيشتكي لصاحبه، مساهمين، جهات تنظيميه، محامين، كلهم بيطالبوا منه انه يتبع القواعد، لان ده راجل اتشطب من برنامج دكتوراه بسبب مشكله اخلاقيه. في سنه 1993 باع حصته ب100 مليون دولار ومشي من الامبراطوريه اللي اسمها على اسمه. كان عنده 48 سنه وقتها، وكان حر الفتره. كان بيعيش كده بلا هدف، رحلات يوجا، طيارات خفيفه جدا، كتب عن الروحانيات، لكن مفيش حاجة كانت ترضيه. بحلول سنة 2008 الأزمة المالية خربت معظم ثروته. صافي ثروته قل من 9 أرقام 4 مليون دولار بس. الخسارة يا إما خلته متواضع يا إما فعلا أكدت له شكوك. قرر إن الحكومات والمؤسسات طفيليات مصممة إنها تاخد حرية الفرد، وقال لصحفي مش هسيب الدولة تمتلك حياتي أبدا، وكان يقصد فعلا كل كلمة. في سنة 2009 ركب جون طيارة وراح لبليز. مفيش معاهم معاهدة ترحيل، مفيش مصلحة ضريبية، ومفيش قواعد، بس كان في ميه لونها فيروزيه ورمل ابيض ووعد بالحريه الكامله. اشترى فيلا على البحر وبعدين قصر في الغابه، ووظف حراس مسلحين وشباب من السكان المحليين. جون عمل مختبر مؤقت عشان يدرس الاعشاب المضاده للبكتيريا، وقال انه هيقدر يعالج البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه بالنباتات اللي في الغابه. وكان حواليه بنات مراهقات، وعمل مجتمع حواليه كله ولاء مربوط بالفلوس والخوف. الناس في المكان كانوا بيهمسوا ان الامريكي المليونير ده مجنون او خطر، او يمكن الاتنين مع بعض. بالنهار جون كان بيطير بطيارته الصغيره فوق الشعب المرجانيه، بالليل كان بيعمل حفلات على النار ومعاه اسلحه كانها العاب للحفله. كمان بدأ شركه ادويه اسمها كواروم اكس عشان يدي لمختبراته في الغابه الشكل الرسمي. للناس اللي بره هو كان مجرد اجنبي غريب يحاول يلعب دور العالم، لكن كان في حاجة أصلا بتتكون جوه. جنونه من البيزنس اللي كان في الأول ميزة بدأ يتحول لعزلة نفسية. كان بيتخانق مع العصابات على الأرض ويتخانق مع الجيران على الصوت، لكن في المكان اللي هو فيه ده وهيتعلم متأخر إن ده مش مكان الأجانب اللي يكتبوا قوانينهم بنفسهم. والفجة بدأت تتحضر.
قبل كل ده ما ينفجر، ايه اللي يخلي مليونير عبقري في التكنولوجيا يتحول لزعيم حرب في الغاب؟ وليه الراجل اللي بنى مسيرته على الحمايه ينتهي عليه الاتهام بالعكس؟ بالنسبه للحمايه، ميكافي كان فاهم حاجه معظمنا بنتجاهلها: حياتك الرقميه دايما متراقبه، كل بحث كل نقره بتتسجل. في يوم 30 ابريل سنه 2012 وحده مكافحه العصابات ضربت مجمع ميكافي بدقه عسكريه من غير اي اذن. الضباط بالزي التكتيكي اقتحموا المكان، رصوا ميكافي والبنات والموظفين على الحيطه تحت تهديد السلاح. كلابه 4 كلاب ضخمه مدربه على الهجوم هجمت الغزاة. ضابط صرخ يحذرهم، كلب واحد انقض وهو بيزمجر. طلقه من البندقيه قتلت الحيوان وهو بيجري. ميكافي صرخ بعينيه الطايره: انتوا قتلتوا كلبي. الضباط ربطوه على الارض، قلبوا كل حاجه في المبنى لمده 6 ساعات، قلبوا معدات المعمل، خدوا البنادق والمسدسات، واخدوا قوارير من المواد الكيميائيه اللي ميكافي كان بيقول عليها انها مركبات مضاده للبكتيريا. في نهايه المداهمه ما تلاقاش اي مخدرات، التهمه الوحيده كانت حيازه سلاح غير مرخص، مخالفه ورقيه بسيطه. ومع كده خدوه على مدينه بيز، رموه في زنزانه الانفرادي في السجن المركزي البيز اللي اسمها البيز هاوس عشان المجاري مفتوحه فيها. مكان قضى ليله واحده هناك. ميكافي قضى ليله واحده هناك، رشا حارس ب $100 عشان ياخد سيجاره واحده، واستعمل كيس قمامه كحزام لانهم خدوه منه، وخرج في اليوم اللي بعده من غير اي تهم. لكن الضرر كان حاصل، حاجه اتقلبت جواه. جون قرر ان الحكومه عايزه تقتله. هل هو متوهم؟ طيب يمكن هل هو غلطان؟ بعد المداهمه بقى بينام بمسدس تحت المخده، ركب اسلاك وفخاخ وكاميرات حوالين المجمع، بدا يتجنن على الزوار اللي بيجولوا عن مؤامرات اغتيال، عن كارتيلات وشرطه فاسده شغاله مع بعض. رئيس وزراء بيز بعدين هيوصفه بانه شديد الوسواس، حتى مجنون. جون كان شايف ده بالنسبه له كمدح، لانه قال قبل كده ان الواحد الموسوس هو اللي فعلا بيعيش. وفي 50 ياردة بعيد على جزيره امبريس حصل صراع هادي اكتر. جريجولي فال، راجل امريكي من فلوريدا عنده 52 سنه، انتقل لبيز عشان يهدى ويستمتع بالشمس. لكن بدلا من كده لقى جون ميكافي جار له. كلاب ميكافي ال9 كانت بتجري على الشاطئ بحريه، تعوي بالليل واحيانا تعض السياح. فال قدم شكوى لعمده المدينه، مشاكل بسبب الضوضاء وخطر الحيوانات. واجه ميكافي شخصيا وقال له: سيطر على كلابك والا انا اللي هتصرف. جون رفض، كان محتاج فعلا الكلاب للحمايه. النزاع فضل مستمر اسابيع، وبعدين في 9 نوفمبر سنه 2012 حاجه انفجرت. في الليله دي كلاب ميكافي بدات تموت واحده واحده، 4 كلاب وقعوا وماتوا مسمومين. جون اتاثر جدا وغضب، امر موظفينه باطلاق النار على الكلاب اللي كانت بتعاني عشان يخفف عنها. اخد مسدسه وبدا يتمشى في المجمع وهو غاضب. حد بعت له رساله، يمكن الكارتيلات او يمكن الجار الامريكي اللي هددهم. بعد 24 ساعه في 10 نوفمبر 2012 طلقه واحده كسرت هدوء الليل في امبريس. كل الجيران سمعوها وخدوها كانها العاب ناريه او اصوات غريبه. الصبح يوم الاحد 11 نوفمبر خادمه لقت جريجوري فال مستلقي على ارض الفيلا بتاعته في الدم، رصاصه 9 مللي في مؤخره راسه زي الاعدام بالظبط. اللابتوب والموبايل بتوعه اختفوا. الجزيره كلها اتجمدت من الصدمه. الشرطه على طول حاولت تستجوب الجار العصبي. لما وصلوا المجمع ميكافي حوالي الساعه 12 لقوا البوابه مفتوحه والبيت فاضي. جون شافهم جايين، خد صاحبته سامانتا واختفى في الغابه قبل ما الضباط يخبطوا على باب. كان هو تحت الارض حرفيا مدفون في الرمل، زي المشهد الافتتاحي اللي اتشاف قبل كده. الراجل اللي كان بيحمي ملايين اجهزه الكمبيوتر دلوقتي بقى المشتبه الاساسي في جريمه قتل، وهو اعلن الحرب على حكومه كامله. جون ميكافي كان عارف ايه عن موت جريجوري فال، وازاي مليونير عنده 70 سنه يختفي في دوله صغيره زي دي. فده اللي هنعرف. جون ما مشيش من غير خطه، كان بيرسم خريطه المخابئ الامنه وبيكون علاقات مع ناس ما ينفعش يتتبعوهم. وده قالوا للصحفي بعدين. خلال 6 شهور من اختفاء، خلال 6 ساعات من اختفائه، هو وسامانتا كانوا بيتقتلوا. هو وسامانتا كانوا بينتقلوا في شبكه من المخابئ في الداخل، مستودعات مهجوره، بيوت سكان متعاطفين، كوخ صيد على نهر منغروف. الشرطه والجيش مسحوا المنطقه بالكلاب والطيارات، عاملين حواجز على كل الطرق السريعه، دهموا بيوت اي حد له علاقه بميكافي. لكن جون فضل شبح. في اليوم الثالث كان مستخبي في مخبأ خرسانه، والشرطه بتدور على بعد 300 يارد. لقى تلفزيون قديم وفتح قناه فيلم عائله روبنسون السويسريه اللي كانت سنه 1960 عن الناس اللي اتشلوا على جزيره وابتكروا حياه. قعد ياكل فول معلب وبيتفرج على عائله روبنسون وهي بتبني حصن من الخيزران، وضحك فعلا من التشابه. يمكن لازم يعمل بيت شجر. ضحك لسامانتا. في الحقيقه كل ساعه كان بيقضيها في بيز بتقلل فرصته في الحريه. وحده مكافحه العصابات قربت منه، المخبرين بيتكلموا والحدود مقفوله وهو محتاج يخرج. يوم 14 نوفمبر 2012 3 ايام بعد جريمه القتل تحت ضلمه الليل، ميكافي ركب قارب صيد صغير على الساحل الجنوبي لبيز. دفع للمهربين $2000 كاش عشان يعدي بطريقه غير شرعيه لجواتيمالا.
مفيش ختم جواز، مفيش سجلات. القارب وقف بعيد عن الشاطئ ميل واحد وبعد كده اتجه للبحر. الساعة 3 الفجر وصلوا لشاطئ مهجور قريب من بورتو باريوس. جون وسامانتا استنوا على الشاطئ واختفوا في الغابة. مع شروق الشمس كانوا في مدينة جواتيمالا ودخلوا فندق فيلا رويال بأسماء مزيفة. لأول مرة بعد 72 ساعة جون اتنفس بارتياح وهرب من بيز، لكن ما قدرش يقاوم الأضواء الإعلامية. جريمة قتل فال كانت مهيمنة على الأخبار العالمية. جون قرر يسيطر على الساحة. اتصل بمجلة من خلال بريد إلكتروني مشفر وعرض وصول حصري لأكتر رجل مطلوب في العالم في مجال مضادات الفيروسات. المحرر والمصور طاروا لجواتيمالا، لقوا ميكافي وقعدوا معاه يومين. نشروا صور ومقال بانتصار وصلنا للسلام. كتبوا المقال انتشر بسرعة وجون حس انه لا يقهر ولسه عامل اكبر غلطة ممكن يعملها. بعد ساعات من النشر هاكر كتب على تويتر: جون انا لقيتك، بص على بيانات الصور. الصورة اللي نشرتها المجلة فيها بيانات تحديد الموقع بالجي بي اس، احداثيات الفندق بالظبط. كل وكالات الاستخبارات والشرطة على الكوكب دلوقتي عارفين مكان ميكافي. خدعة الاعلام بتاعته تحولت لكارثة. في يوم 5 ديسمبر سنة 2012 بعد 24 يوم من جريمة قتل فال، الشرطة الجواتيمالاية اقتحمت فندق فيلا رويال. ميكافي كان في اللوبي بيتكلم مع محامين، لقى الضباط حواليه وما بقاش فيه مهلة خلاص. القيود على ايده اتقفلت والكاميرات طارت. السلطات عرضت الرجل الشهير قدام الصحافة العالمية. التهمة كانت دخول غير قانوني والعقوبة الترحيل لبيز خلال 48 ساعة. بالنسبة لجون، بيز كانت حكم موت. كان مقتنع انه اول ما يسلموه هيتحط في زنزان. الوقت بيعدي وبيجي يوم 6 ديسمبر سنة 2012 وده يوم بعد اعتقال. ميكافي وقع على الارض وهو ماسك قلبه. قال مي كورازون، وشه خضر. الحراس اتوتروا. سيارة اسعاف خدته المستشفى في مدينة جواتيمالا. الاخبار انتشرت في العالم كله. جون ميكافي تعرض لازمة قلبية مرتين وهو في الحجز. الحكومة خايفة من ازمة دولية. اوقفت الترحيل والصحفيين اجتمعوا حوالين المستشفى. جون كان على سرير المرضى ماسك انبوب للاكسجين وبيعمل تعابير دراميه للكاميرات. بعد 48 ساعه بالظبط الاطباء اعلنوا انه مستقر، مفيش اي ضرر في القلب، ضغط الدم مرتفع شويه لا اكتر ولا اقل. جون ابتسم للصحافه وقال: طبعا مفيش ازمه قلبيه حصل. بعدين اعترف انه مثلها واخد نفس عميق ورفع ضغط دم وعمل الاداء كانه جايزه اوسكار. الخدعه دي ادت لمحامينه وقت يرفعوا استئناف طارئ ويبطلوا الروتين. وفي الفوضى دي الحكومه اختارت اسهل طريق. هما ما نقلوش جون ميكافي البيز لكن للولايات المتحدة. خلل قانوني. هو دخل جواتيمالا بطريقة غير قانونية من بيز، يبقى ممكن من الناحية القانونية يرجعوه لبلده الأصلي. جون بس كسب لعب الدولة كاملة. يوم 12 ديسمبر 2012 مطار ميامي الدولي، جون ميكافي نزل من الطيارة شكله تعبان، دقنه طويلة بس ناجح، وخد دور مطاردة لدولتين. مثل أزمة طبية كاذبة وحول القبض المؤكد لتذكرة مجانية لبيته. العملاء الفيدراليين سألوه شوية لكن بما إنه مفيش أي تهم في أمريكا سابوه. جون مشي في شمس فلوريدا وابتسم للكاميرات. حلو يرجع البيت، وأحلى حاجة بالنسبة له إنه رجع البيت وهرب من بيز. والسؤال بقى هيفضل هربان لحد امتى؟ وازاي الهربان ده هيتحول لمشهور؟ وايه اللي بيحصل لما الدولة اللي كنت فاكرها آمنة طاردك هي كمان؟ في يناير 2013 في بورتلاند اوريجون، جون ميكافي اتجوز جانيس اللي كانت اصغر منه ب30 سنة، اللي قابلها في اول ليلة بعد رجوعه للولايات المتحدة. استقروا في شقة ايجار. جون جرب الحياة العادية، قهوة الصبح، ماشي في الحديقة، والتلفزيون بالليل. تجربة فضلت 4 شهور بالظبط، وبحلول الصيف رجع فعلا للاستفزاز اللي كان فيه قبل كده. عمل فيديو على يوتيوب انتشر وهو طريقة ازالة برنامج ميكافي المضاد للفيروسات. جون في الوقت ده كان محب الاسلحة والبنات اللي كانوا بيشربوا مخدرات وهم بيستهزئوا بالبرنامج اللي لسه معمول باسم. الفيديو ده جمع ملايين المشاهدات. بعدين اعلن انه هيترشح للرئاسة في سنة 2016 تحت حزب سايبر الجديد. الحملة كانت مجنونة: تقنين المخدرات، الغاء الضرايب، تشفير كل حاجة، الاستطلاعات 0%. لكن الاخبار انتشرت: جون ميكافي مش عايش، هو بيأدي بس. بحلول 2018 لقى الدور الجديد داعية للعملات الرقمية، البيتكوين والعملات البديلة. جون اعلن انها المستقبل. ومن غير كده في 2025 كان جزء من كلامه فعلا صح. هو كان عايش على يخت طوله 23 متر مجهز بالانترنت عبر الاقمار الصناعية ومستودع اسلحة، وجانيس مساعدته الاولى. ليه يخت بقى؟ لانه عارف اللي جاي. جون ما قدمش اقرار ضريبي من سنة 2010، ما دفعش دولار ضرايب لمدة 8 سنين. الضريبة يعتبر سرقة، بيقول للمحاورين وهو مبتسم. مكتب الضرايب دي منظمة إجرامية. في يناير 2019 هيئة محلفين اتحاد
الاتحادية في تينسي وجهت لجون مكافي 8 تهم تهرب ضريبي، عدم تقديم الإقرارات، تهرب متعمد يعني ممكن يقضي عقود في السجن. في مصدر بلغ جون إنه بدل ما يسلم نفسه يشغل محركات اليخت ويختفي في البحر الكاريبي. نشر صورة لنفسه من على اليخت وفي إيده بندقية: النهارده أنا خرجت من أمريكا، أنا حر من أي وقت فات. اللي حصل بعد كده لعبة بحرية لمدة 18 شهر مطاردة، كانت مطاردة لا مثيل لها في تاريخ الهاربين. مكافي كان بيتنقل في البحر من كوبا للدومينيكان للبهاماس وممكن فنزويلا كمان، كل كام يوم مينا جديد، كل كام يوم تغريدة على تويتر جديدة بتستفزه. وعايش على الكاش والعملات الرقمية، وبيستخدم تليفونات مشفرة وشبكات خاصة عشان يخفي مكانه. وكانوا بيقولوا انه بيستعين بممثلين بدلا عنه وبيختفي، بينزل صور مع ناس شبهه وبيهزر ان حتى لو شفت صورته مش معناه انك شفته فعلا. ده جنون ولا حقيقي؟ اما الباسبور بتاعك بيتراقب، اي مطار فعلا بيبقى فاخر، اي معبر حدودي بيبقى مغامرة. جون بيبعد عن الطيارات التجارية خالص، اي مسح للباسبور ومصيرك فعلا انتهى. بدل كده هو معتمد على الحركة المستمرة والشهرة المستمرة كدرعين فعلا مع بعض. على عكس المتوقع شهرته بتحميه، الحكومات تحب القبض بهدوء، لكن جون بيخلي ده مستحيل عن طريق نشر موقعه او مواقع وهمية ل2 مليون متابع. بيعمل مقابلات مباشرة من غرف مش معلن عنها، بيتحدى مصلحة الضرايب. تيجي تلاقيه بيحط صورة المفروض ان هي من النرويج وبيقول ان الشرطة هناك اعتقلت، بس ده طبعا هزار. الحكومة كانت بتجري ورا شبح. في 24 يوليو سنة 2019 في بورتو بلاتا جمهورية الدومينيكان، يخت مكافي بيرسو عشان يملى بنزين. السلطات المحلية بعد ما جالها تحذيرات من الانتربول بتحاصر الرصيف، بيركبوا السفينة وبيمسكوا جون بتهمة حيازة أسلحة غير قانونية، 4 بنادق صيد، 3 مسدسات، كمية ذخيرة تكفي جيش صغير على قده كده. بعد كل ده هو اتقبض عليه، بس بعد 4 أيام تفاوض وربما شوية فلوس البدلة جمهورية الدومينيكان بتسيبه من غير تهم. مش عايزين أي مشاكل. جون بيرفع كوباية والسفينة بتسحب، جون بيرفع كاسه والسفينة بتمشي. في أواخر 2019 مكافي بينتقل لشرق أوروبا، بينزل فيديوهات غامضة من بيوت آمنة وبيقول أنا جمعت ملفات عن الفساد في حكومات العالم كله، لو أنا وقعت هم كلهم هيقعوا معايا. تهديد ده ولا خدعة، تأمين ولا وهم؟ مش فارقه. في اكتوبر 2020 يمكن بسبب قيود السفر من كورونا ويمكن لانه تعبان، جون بيعمل حاجه غير معتاده، بيقف عن الهروب. هو وجانيس بيأجروا شقه قريبه من برشلونه في اسبانيا، في النادر لما بيخرج. بس في 5 اكتوبر 2020 بيطلع لمطار إلبرو في برشلونه، مفروض ان هو رايح اسطنبول. مسح الباسبور بيرفع اسمه، خلال دقايق الشرطه الاسبانيه بتحاصره. بعد سنين من الهروب في البحر وبعد ما كان دايما اذكى من الشرطه في 3 دول، جون مكافي بيتقبض عليه بناء على طلب وزاره العدل الامريكيه. طب هل اللعبه خلصت ولا لا؟ الراجل اتعهد ان عمره ما هيتحبس، فهيعمل ايه لما القفص يتقفل فعلا عليه؟ 23 يونيو سنه 2021 في سجن بريان في برشلونه، جون مكافي كان عنده 75 سنه، قايم في زنزانه خرسانيه مستني التسليم للولايات المتحده. بقاله هنا في الاوضه 8 شهور، لا اسلحه لا اجهزه ولا تويتر على طول، بس حيطان ووقت. من خلال محاميه بيقدر ينزل تغريدات متقطعه. في واحده كتب انا مرتاح هنا، عندي اصحاب، بس اعرفوا لو انتحار ده مش غلط، الاشاره واضحه. جيفري إبستاين، الراجل اللي اتقتل في زنزانه فيدراليه في ظروف مشبوهه. بالمناسبه لو عايزين فيديو ليه قولوا لي في التعليقات. متابعين المحامي ده لاحظوا هو كمان كان عامل وشم قبل شهور، علامه الدولار بتقول انه تنبه لمؤامره ضد. للناس بيصر انه مش هينتحر، للمحكمه الاسبانيه بيصر ان التهم دي سياسيه وانه معارض وبيتظلم عشان يتكلم ضد الحكومه. المحكمه مش متاثره، بس المدعين الامريكيين بيشتغلوا عن طريق القنوات الدبلوماسيه، بيجهزوا القضيه. التهم الخطيره 8 تهم تهرب ضريبي، ملايين مستحقه، عقوبة محتملة مدى الحياة بسبب سن. تهم تانية بتقول انه اتلاعب باسعار العملات الرقمية وخدع المستثمرين. مكافي عارف انه لو استسلم هيموت في سجن امريكي، بيقول لصديقه انه مش هيسمح ان المصير ده يحصل. ومع كده في الرسائل لجانيس بيبقى متحد، مش خايف من اللي جاي، ويمكن هو فعلا مصدق ده. في يوم 23 يونيو سنة 2021 الساعة 1 مساء المحكمة الوطنية الاسبانية بتوقع امر تسليم جون مكافي. خلال ساعة موظف المحكمة بيبلغ خبر التسليم. جون متعلم انه هيتنقل للسلطات الامريكيه. جون بيعرف انه هينتقل للسلطات الامريكيه قريب، وممكن كمان خلال ايام. بيتصل بجانيس وبيقول لها بحبك وهتصل بيكي بالليل، بس مفيش اتصال بالليل. حوالي الساعه 7 الحراس اللي بيعملوا تفتيش روتيني بيلاقوا جون مكافي مشنوق من شرشف في زنزانته. الاسعاف بتجيله في دقايق، بيعلنوا وفاته الساعه 7:23 مساء. السبب الرسمي وهو الانتحار بالشن. كان عنده 75 سنه، قبض عليه اخيرا، لكن عمره ما تعرض لمحاكمه. بس انت فاكر ان القصه بتخلص هنا؟ لا
خالص، مش لمتابعينه حتى. جانيس قدام الناس بتأكد ان جون ما كانش ناوي ينتحر، وانه كان مبسوط في اخر مكالمة بينهم، وان التوقيت ساعات بعد امر التسليم مريح جدا بشكل مش طبيعي. السلطات الاسبانية عملت تشريح للجثة، تحاليل السمنة بينت انه مفيش اي مخدرات، سبب الوفاة اتأكد وهو الاختناق متوافق مع الشنط. التحقيق حكم انه انتحار، لكن نظريات المؤامرة انتشرت على النت. هل كان جون فعلا معاه ملفات عن ناس تقيلة في الدول؟ هل سكتوه ولا هو رتب خدعة أخيرة مزيف موته مثلا وهرب، وأساطير اتعملت عنه؟ وأحزن احتمال إن الراجل اللي تعهد إن عمره ما يستسلم ببساطة اختار الخروج الوحيد اللي كان متاح على شروطه. جثة جون ميكافي فضلت في مشرحة إسبانية لشهور، بينما النزاعات القانونية على تركته لسه مستمر. حتى بعد الموت قصته رفضت تنتهي. هنا كان راجل بنى إمبراطورية على الخوف، وحول جنونه للراب، وحارب القانون ل10 سنين وغالبا فعلا كسب. عاش كخارج عن القانون في العصر الرقمي، بيتنقل بين الحدود ويضحك على الحكومات، وحول حياته لفن أداء. كان دايما بيقول في لحظة نادرة وهادئة، أحسن تعيش يوم واحد كأسد من 1000 سنة كخروف. لو فاكر إن قصة جون ميكافي غريبة، يبقى أنت لسه ما شفتش حاجة، فاستنونا في الأغرب إن شاء الله. أشوف وشكم على خير.